لو انت جرافيك ديزاينر بتفكر تجيب كمبيوتر جديد، فانا جاي الحقك واقول لك ما تبعزقش فلوسك على كارت شاشه غالي، خصوصا لو انت شغال في تصميمات ال2 دي زي البراندنج والسوشيال ميديا. بعيدا عن الموشن جرافيكس و3 دي والفيديو اديتنج، فغالبا انت بتختار مكونات جهازك غلط، وانت بتدور على لابتوب جديد او بتعمل تجميعه قويه غالبا بيكون همك الاكبر كارت الشاشه، وبتبقى مستعد تدفع الغالي والنفيس عشان تجيب اقوى كارت شاشه قدام، معتقد ان دي اهم قطعه في جهازك. بس هل ده صح؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده لازم نتخيل سيناريو شغل واقعي، زي مثلا انك فاتح 8 موك ابس على فوتوشوب بتختار منهم اللي عاجبك، وخمس فايلات تقيله جدا على الالستريتور، وقد 15 او 20 تاب على البراوزر بتعمل منهم انسبريشن. هل ساعتها بتدور على ريندر سريع او وقت اكسبورت قليل، ولا بتدور ان انت تنتقل ما بين كل البرامج دي بشكل سهل وسلس؟ انا شخصيا شايف ان وقت الاكسبورت مش اهم حاجه وانت شغال، المهم سلاسه الشغل، انك ما تتعطلش وما تقطعش حبل افكارك وانت شغال، وده بيتحقق عن طريق الرام والبروسيسور، وخصوصا الرام لان هي اللي هتشيل وتعرض لك كل البرامج دي في نفس الوقت بمساعده البروسيسور طبعا، اللي اي واحد من الاجيال الجديده غالبا هافي بالغرض. المهم ما يقلش عن كور i5 عشان يقدر يستفيد بمساحه الرام وما يعملش بوتل نيك او عنق زجاجه. ولو ما تعرفش يعني ايه، جرب تسال تشات جي بي تي، هو هيقول لك. لسه شايف كارت الشاشه هو اهم قطعه في جهازك؟ اعمل شير وريبوست للفيديو عشان نصحح المعلومه دي ونساعد بعض نحوش قرشين حلوين، واعمل فولو لو مهتم تعرف اكتر عن التصميم. سلام.